ده أنا أذكر إن أنا حكيت لكم قبل كده قصة وكان عم معمولة شريط اسمها بصمة في قبر. إخوات كانوا عايشين مع بعض وبيحبوا بعض، المشكلة إن الأب ما كانش رابط قلوبهم بالطاعة، ما كانش معلمهم الدين، فكان سايبهم كده وخلاص، اهو بياكلهم وبيشربهم زي ما كتير من الناس بتعمل، اهو مدخلهم احسن مدارس، ملبسهم احسن لبس، خايف عليهم، معيشهم في بيت جميل، لكن في النهايه الناحيه الدينيه ما بيسالش فيهم خالص. في يوم من الايام الاب ده غني جدا وعنده عمارات وعنده عزب وعنده اطيان وعنده عربيات وكان من ضمنهم عماره مميزه جدا على النيل مباشره. مات الراجل وراح الاولاد عشان يدفنوا ابوهم، فلما دفنوه الابن الصغير خالص قال لهم بعد ما الاب يدفن انا هنزل بس القبر اشوف الراجل التربي دفنوا على القبله ولا ما دفنوش على القبله. ونزل الولد، فلما نزل يا جماعه اتاخر تحت حوالي ربع ساعه. طب انت نزولك عشان تشوف الاب هو على القبله ولا مش على القبله ده لا يستغرق اصلا دقيقتين ولا دقيقه، ايه اللي قعدك ربع ساعه؟ فاخواته فوق قلقوا، فواحد قال انزل اشوف هو بيعمل ايه، عمال انادي عليه ما بيردش. فنزل، فكانت المفاجاه انه لما نزل لقى اخوه ميت جنب ابوه. خد بالك مش دي المفاجاه، لا ده في مفاجاه اصعب من كده. المفاجاه الكبيره ان الولد الصغير كان طماع جدا، فهو لما نزل القبر كان معاه في جيبه محبره حته كده صغيره كده بتتفتح يبقى فيها حبر، وراح نازل ومعاه عقد بيع للعماره اللي على النيل كان طمعان فيها، وراح نازل فاكك الكفن من على ابوه ومطلع صباعه وراح مبصمه على عقد بيع للعمارة اللي على النيل. ده بعد ما مات في القبر، بدل ما يتعظ ويقول في يوم من الأيام هنام النومة اللي انت نايمها يابا ديت، خد بالك، ويتعظ ويتذكر ويتهيأ لهذا اليوم ويستعد للقاء، لا 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 لا، كان طمعان في العمارة. فلما بصموا على الورقة خلاص العمارة بقت بتاعته، وطبق الورقة وشال المحبرة ولسه هيطلع كان ملك الموت في انتظاره. موت هنا، فمات هنا، خد العمارة، هيتحاسب عليه يوم القيامة، ممكن يخش النار بسببها، خد بالك، ورغم ذلك لم يستمتع بها. فنزل أخوه لقى المفاجأة، أخويا سرقنا، مض أو بصم أبويا على عمارة وخدها لنفسه، وقبل ما يطلع كان ملك الموت مستنيه. شفت الخزي؟ عشان كده سميت الدرس ده بصمة في قبر. تسوى ايه يا جماعة؟ تسوى ايه؟ قرايبك، رحمك، حبايبك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم كما عند البخاري ومسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه.